اللوز بالموز حبايبي الجوز. اهلا وسهلا اعزائي فلذات واكباتشي. النهارده هنعمل التوميه. حابه اقول ان انا بقالي تقريبا شهر ونص بعمل فيها، بس هي جامده، هي احلى من اي مطعم دقت منه توميه قبل كده، ويعني هي سهله، بتتعمل بمكونات ابسط مما تتخيلوا. هي المكونات هتحتاجوا 1 زبدايه و 3 معالق نشا بس، ولو عندكم ليمونه في البيت بس، واكيد عندكم ملح يعني وزيت وخل بس يعني، وفصين توم، مش عايزين حاجه تاني. يلا بينا. هنجيب حله صغننه وهنحط فيها بالظبط 1.5 كوبايه ميه او كوبايه، وهنحط بالظبط 4 معالق نشا او 3 برضه على حسب الكميه برضه. بصوا، هو احنا هنحط ميه قد دول، فاحنا كده مش هنحط تاني اعتقد، كده كفايه قوي. هجيب معلقه. يعني انا عايزه اقول ان كل بني ادمين مصر بيعايروا اي حاجه بالمعلقه، مش بمعلقه الاكل اللي احنا بناكل منها، الا العبد الله انا يعني بعاير بالمعلقه اللي احنا بناكل منها عادي. واظن دي التالتة، مش فاكره، هنحط نص واحده عشان مش متاكده، بس كده يعني، اتمنى انه ما يكتلش. طبعا احنا قبل ما نرفعه على النار هنقلبه لحد ما يدوب. يعني بصوا، هو لازق جامد لان النشا بيلزق مع الميه، بيقلب سلايم كده او حاجه شبه الصخره حرفيا، فاحنا هنقلبه لحد ما يسيح وهو بارد، وبعدين هنحطه على النار. بصوا، احنا قلبناه لحد ما بقى ميه حرفيا، يعني هو خلاص بقى شبه اللبن. هنرفعه على النار، على نار هاديه قوي، واحنا حاطينه على النار هنفضل نقلب نقلب نقلب، يعني هو مش هياخد مننا 10 دقايق لحد ما يبقى قوامه شبه الكاستر. هروح وجايه بقى، هوب رفعناه من على النار، والقوام المطلوب هوريهولكوا دلوقتي. هيبقى كده شبه الكريمه كده اهو. بصوا، عارفين الشامبو اللي اسمه البالسم؟ هو شبه البالسم بس على سميك يعني، عشان تبقوا على نور. يعني انا ليه بكبه هنا اهو؟ علشان يبرد. وهنا يعني السر في الخلطه كلها انه لازم يبرد. يعني لو اتعمل هو سخن، حتى لو دافي مش سخن، صدقوني الوصفه معاكم مش هتطلع سميه، هتطلع زبادي، بس زبادي مكتله، زبادي قليله الحياه. وهنا مش قصدي على الزبادي. طبعا احنا لازم نفرده علشان يبرد اسرع، فاحنا بنفرده، ومحدش يتغابى ويلمس حاجه. اهلا حمو. ومحدش يتغابى زيي، لان انا عملتها قبل كده، ويلمس النشا بايده وهو سخن، لان صدقني هيتلسع جامد. انت بتعمل ايه؟ طمعان في الزبادي اللي هعمل بيها؟ لا. وهنا ساتغذى على بعض البطاطا عبال ما البتاع تتعمل. يعني نجيب بقى انتوا عرفتوا يعني، وهنحط المقادير اللي احنا هنعمل بيها عبال ما بالظبط هنحط 2 توم بالظبط، لان صدقني انا حاولت قبل منك ان انا حطيت 4 فصوص توم وطلعت ما تتاكلش، فهو 2 بالظبط، وما نحطش 3 كمان، هما 2. الزبدايه يا عزيزي وهنحطها كده اهو، يعني هي نزلت كلها. بس حط مثلا على المقدار، يعني مثلا كله هنحط نص معلقه ملح. انا المشكله ما بعرفش اعاير الملح والله، بس بيطلع مظبوط في الاخر. فاحنا هنحط الحبه دول وهذا يكفي. يعني هنحط رشه سكر صغننه، بصوا صغيره خالص، بس عشان تبقى انتوا فهمتوا. السر كله بقى في الليمونه، هتكون ليمونه كبيره مش نص ليمونه، لا هي ليمونه كامله هنحطها كلها، لان السر في المزازه هي الليمونه، فهنحط ليمونه كامله. بس هنحط زعتوت خل، اقل من غطا خل، يعني نقطه كده فسه بس، اتحست ما اتحستش. اهم حاجه في الوصفه دي، اللي اهم مني ومنك، هو الزيت، لان انت لو ما حطيتش زيت الوصفه مش هتنجح. فعشان تبقى كريمي هو الزيت اصلا. بص، بس هما الحبه دول كفايه، يعني عايروها اقل من تمن معلقه تمن حطوا خلاص معلقه لبن، لو مش عايز تحطها عادي. انا بحطها علشان يعني تديني كده طعم كريمي شويه. هو كده كده فيه زبادي، بس اللبن برضو اساسي.
زي ما بقولك ان النشا نشف، هو نشف لان انا زي ما قلت لكم عريته وخليته كده مفروض في الطبق، فهو هينشف اسرع. فهنحطه بقى كده اهو. اخويا مريض طبعا بقى، انتوا مفكرين بعد كل العك اللي حصل ده ان هو القوام مش هيطلع كريمي، البتاع مش هتطلع اصلا مظبوطه. فانا هضرب كل ده وهفاجئكم. بسم الله، عملناها. عايزين بقى نصبها في برطمانات مجهولة الهوية ونبدأ. يلا بسم الله. ثواني، بصوا القوام، مش ولا هي زبادي ولا هي سايطة، يعني هي كريمي زي بتاعة المحلات. بجد يعني انا دقتها ورا الكاميرا، طعمها مش طبيعي يا جماعة، والله طعمها فعلا مش طبيعي. فانتوا جربوها، وهي فعلا الوصفة بتاعت المطاعم بتعمل كده، وكمان على انضف شوية. يعني لما تعملوها في البيت احسن من تشتروها من بره. هي حرفيا عملت الكمية دي، هو برطمان بالعدد، انا مش عارفة ازاي كفت كده. بس انتوا تتخيلوا 4 معالق نشا مع زبداية مع ليمونية يعملوا الكمية دي؟ فدي حاجة موفرة جدا، عكس بقى العلبة اللي كنت بجيبها قد كده وكانت بتتباع ب5 جنيه. فهذا منتج موفر يقعد مثلا في التلاجة سنين قدام، هيبقى طعم كمان لما يبات اكتر. بس لو لقيته بيكتل معاك رجه اعمل كده بس. ويعني صومة مقبولة وافطار شهية.